الناخبون متواجدين بها. يعني لم أشهد مقر أو مركز انتخابي لأحد هذه اللجان بلا ناخبين. يعني توجد حالة من الإقبال وتوجد حالة من الرغبة في حسم المرحلة السابقة التي تلت ثورة 25 من يناير بشكل واضح. اختار السكندريون شريف أين يقفوا في المرحلة المقبلة، وهذا الإقبال يعني أيا كان لمرشح عن آخر، لكنه يفسر بوضوح أن المجتمع السكندري يريد الانتقال ويريد الخلاص من المرحلة السابقة. هذا عن يعني مشهد الإقبال. هذا المشهد كان يعني يحيط به شعور بالفرح، ربما أيضا شعور بالحسن. كان في عدد من المحافظات المصرية المختلفة النهاردة يا محمد حصل فيها نوع من التأخير في عمل اللجان أو أزمات خاصة بوجود القضاة، هل حصل ده في اسكندرية؟ يعني أغلب القضاء فتحوا أبواب اللجان الانتخابية منذ 8 صباحا. عدد قليل من اللجان فقط تعطل بسبب العملية الإجرائية. المكتب الإعلامي أيضا لحزب الحرية والعدالة عبر البيانات التي أصدرها على مدار اليوم اشتكى أن بعض القضاة تأخر في إحدى المدارس حتى الساعة 11 تقريبا، ولكن هذا يعني عن لجنة مدرسة محمد سعد فقط. بغير ذلك تقريبا بدأت العملية الانتخابية منذ 8 صباحا وهي مستمرة بشكل هادئ على مدار اليوم. يعني 750 قاضي على الصناديق، وبقية اللجان 837 لجنة يشارك فيها أيضا أعضاء من الهيئات القضائية المختلفة. هذا يعني عن الموقف القضائي. لاحظت فيه يعني حالة من الحرص على أن يكون الموقف القضائي من خلال هذه الانتخابات هو يعني موقف جاد وموقف يعني يساعد المواطنين على الانتقال إلى المرحلة التالية في الجمهورية الثانية. شريف، سؤال أخير محمد، يعني عايز أسألك على إذا كان من الممكن أن نعمل مقارنة ما بين التجاوزات أو المخالفات الخاصة بالانتخابات. آخر انتخابات نزل صوت فيها المصريين كانت في انتخابات مجلس الشعب. كان في انطباع عام النهارده انه الامور كانت افضل كثيرا من مجلس الشعب. هل بتتفق؟ هل الافتراض ده بيتفق مع متابعتك النهارده في اسكندريه؟ شريف، يعني بعض الحقوقيين الذين يعني تواصلت معهم على مدار اليوم من التغطيه والمتابعه قال لي انه يعني هو في ربيع العمر ال40 تقريبا، قال لي أن هذه الانتخابات هي أنظف انتخابات ديمقراطية شهدها على مدار عمره في مصر. يعني توجد حالة من يعني محاولة تفادي الأخطاء حتى الحقيقة من القوى السياسية المشاركة في هذه الانتخابات. ربما يعني الانتهاكات الأكثر التي سجلت لحزب الحرية والعدالة وحزب النور في الانتخابات البرلمانية السابقة تخلصوا منها في هذه الانتخابات، باعتبار أن لديهم 2 من المرشحين، هو الدكتور محمد مرسي وأيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. اختفت الخيام التي كانت يعني توجد أمام مقر الانتخابات باستثناء حالات فردية لم تعبر عن توجه المؤسسات، ولكن يعني توجد بعض الحالات الفردية. هذه الحالات تم التعامل معها من قبل الجيش، تم التعامل معها من قبل رجال الأمن المتواجدين يعني داخل اللجان وخارج اللجان. بعض القوى السياسية حاولت أن توزع كابات أو تواقي على الناخبين، ولكن هي حالات فردية. نعم. المسألة الثانية من الملاحظات أو التجاوزات كانت متعلقة بفكرة الدعاية الانتخابية أو استمرار الدعاية الانتخابية، وهي أيضا مسألة يعني تكاد تكون فردية لا تعبر عن توجه مؤسسي. والملاحظ أن هذا يعني التصرف اختفى من أغلب المحافظات. المواطنون كانوا يعني يشاركون في عملية الإدلاء بحرية تامة، ولهذا يعني نستشعر أنه من الصعب أن نقرر أين تسير الأمور ومن الذي يعني تقع حالة الثقل الانتخابي داخل الصناديق باسمه. هذا تقريبا هو الوضع شريف. نعم. ويختلف كثيرا عن الوضع الذي يعني سبق
وأن شاهدناه في مرحلة الانتخابات البرلمانية السابقة. محمد مبروك. التكنولوجيا تسمح فقط بأنه تبقى موجود معانا هنا في الاستوديو وأنت على بعد مئات الكيلومترات، لكن لا تسمح لي بمصافحتك وانت موجود معايا في الاستوديو. ما يسمحش ان انا اقدر اسلم عليك، ولكن على الاقل احنا مستمرين معاك في الحوار. هرحب بيك معانا مرة تانية بكرة ان شاء الله في هذه المتابعة، وهنحاول على مدى اليوم انك تبقى موجود معانا، ده بالاضافة لزملاء غيرك وانت موجود في اسكندرية وبقيت موجود معانا. هنحاول انه ده يتم في محافظات اخرى ايضا. محمد مبروك، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا في اسكندرية وفي استوديو الحياة اليوم. احنا بنتابع مع حضراتكم محاولة لفهم ما حدث في مصر بأحدث الطرق المتاحة لتطبيق وصول المعلومات من شتى أنحاء المحافظات المصرية. بنحاول ان احنا نبقى متواصلين مع حضراتكم مع ما يليق بهذا الحدث. بعد الفاصل مباشرة نتواصل مع مراسلي الحياة اليوم، ليس فقط من خلال الوسائل المعروفة اللي حضراتكم تعودتم انكم تتابعوها على مستوى الاتصال بالقمر الصناعي، ولكن مراسلينا اذا كانوا موجودين على بعد مئات الكيلومترات هيبقوا موجودين معانا هنا الصوت والصورة ايضا في استوديو الحياة اليوم. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل.